السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا غالية عبد الدايم. هعمل معاكم النهاردة الميني كريب. انا بستعمل الدقيق دقيق الضحى. هنجيب كبة او خلاط، هنضيف كوباية مية، مبدئيا انا اسفة ان الدقيق كان واقع مني وانا ما كنتش شايفاه عشان امسحه. كوبايتين، يبقى كده ضفنا 3 كوبايات مية. وهنضيف زيهم دقيق. ادي اول كوباية، كده 2، ادي كده 3 كوبايات. يبقى احنا حطينا 3 كوبايات مية و3 كوبايات دقيق. معلقة سكر، وهنضيف ملح. انا ضفت حوالي ربع معلقة او اقل كمان. فانيليا، طبعا ده كريب اقتصادي من غير ولا لبن ولا بيض. ضفت كمان نص كوباية مية، يبقى احنا ال3 كوبايات دي خدوا معايا 3.5 مية. هنضربهم وهيطلع بالسم كده. هنسيبهم يرتاحوا ونعمل الخلطة. خلطة اقتصادية برضو. هنجيب صدوق هتقطعيه قطع صغيرة. طبعا احنا بنكتر الحباش بتاعه علشان يبقى يدي كمية معاكي، لان الميني كريب بينفع للحفلات، اعياد الميلاد، ممكن تحطيه في المناسبات يعني. وبينفع طبعا تديه للاطفال عشان الكبيرة مش هيقدروا ياكلوها كلها. ممكن يعني تديهم واحدة من دي، ولو ما يحتاجوا بتديهم تاني. طبعا احنا حطينا فلفل وحطينا طماطم على الصدق وقطع زيتون، وتحطي البهارات اللي انت عايزاها. انا حطيت ملح وفلفل اسود. هتسيبيه مع النار شوية. طبعا في صوص هو نزل منها، انت ممكن تصفيه بالمصفى علشان ما يطريش معاكي الكريب. واي انواع جبن عندك، انا بحب التركي فحطيت تركي. بيبقى جميل قوي يا بنات لما بيتعمل في المناسبات. يعني ممكن تضيفيه في الطبق اللي انت بتقدميه للي بيجوا المناسبات عندك. اول ما بتحطي الجبن بتقلبي بس وتدفعني. طبعا ممكن تقللي الطماطم والفلفل حسب امكانياتك يعني. سخنا الطاسة، ومغرفة هتاخدي من الكريب وتلفي ايدك كده بالطاسة وتسيبيه على النار. طبعا نار واطية ما تبقاش عالية. يدوب بس الدقيق بصي بيختفي ازاي، هو باين بوضوح طبعا. اول ما يختفي الدقيق وتلاقيها بتتحرك كده تعرفي ان هي طبعا استوت. هتقلبيها على الوش التاني. تاخد برضو كده يدوب، مش تتحمر لا، يدوب تمسك نفسها وتنفع تخرج من الطاسة. هنا حتى لو اتقطعت منك مثلا كده ولا حاجة هتضغطي عليها لان هي لسه ما استوتش. خلاص هو كده القطعة اهي اتلزقت في بعضها. كده خلاص الكريباية. بصوا يا بنات طرية ازاي. هنجيب الكريباية نقسمها بالنص. بس انا اسفة عشان انا حطيتها على طبق ابيض فمش باينة وضوح، هي كان الصح احطها على طبق غامق عشان تبان.
هتتنيها بالنص وهتاخدي من الحباش اللي انت عملتيه، هتحطي بقى الكمية اللي انت عايزاها، طبعا هتقللي هتنقصي دي حاجة ترجع لك يعني. بس هي الكريباية اصلا صغيرة مش كبيرة، ان الطاسة صغيرة. هتتنيها كده النص اهو، بوريها لكم تاني. هتتنيها كده وتلمي الحباش اللي انت حطيتيه او الحشو وهتقفليها كده اهي. طريقة سهلة ومش مكلفة. طبعا في طاسة ندهنها الاول، انا بصراحة بدهن زبدة، دهنة خفيفة كده. بعد كده بتحطي الكريب وتدهنيه تاني كمان من فوق علشان يتحمر. اول ما تحسي ان هو اتحمر هتقلبيه على الوش التاني، تحمريه من الناحيتين طبعا. شوف شكله جميل ازاي، بينفع في المناسبات وتقدميه ويبقى جميل كده ويشرفك وفي نفس الوقت مش مكلف. اتمنى طريقتي تعجبكم.